السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايبه لكم يوم كده انا كنت مقضيينه برحله لبورسعيد. طبعا البلد دي انا بحبها قوي، ليا ناس فيها اخواتي وناس عزاز عليا. بوجه لهم طبعا سلامي وبقول لهم انا بحبكم جدا. وانا رحت بمره البلد دي، بعد كده رحتها كتير وبحبها قوي وارتبطت بيها قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين، اول ما دخلنا وركبنا المعدية بقى والبحر ما شاء الله، يعني مش هتكلم كتير. هي الرحلة طبعا كانت اماكن معينة مش فيها كلها. رحنا بور فؤاد. تمام. ركبنا المعدية، كان المفروض نروح جبل الملح بس المكان طلع مقفول. تمام. وبعد كده رحنا شط طرح البحر، وبعدين حديقة فريال. كل ده هتشوفوه معايا في الصور. وطبعا كانت رحلة حلوة. طبعا يا جماعة ما ننساش منسقة الرحلة شركة بون فياج بنها، حلوة قوي. رحلاتها جميلة، ممكن تدخلوا على الصفحة بتاعتهم، بيطلعوا رحلات حلوة بأسعار كويسة ونظافة ونظام حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده، احنا كنا لسه بندخل البلد. انا حبيت اصور الطريق، انا بحب اخدها كذكرى. بعد كده بدأنا نتمشى زي ما انتوا شايفين. بدأنا نتمشى، ده كان تمثال شفته. طبعا اهل بورسعيد بقى يقولوا لي التمثال ده ايه. زي ما انتوا برضو شايفين، دي صورة حلوة للبحر والمعدية مع بعض. وده كان المسجد الكبير. كان ما شاء الله شكله حلو قوي برضو. ودي الأعداد دي احنا برضو كنا عند المعدية ورايحين بورسعيد. احنا كنا في بور فؤاد ورايحين بورسعيد. دي يا جماعة حديقة فريال زي ما انا موضحة كده بالصور، برضو كان مكان جميل قوي. طبعا كان فيها قعدات بقى وقعدنا شوية فيها. هي جميلة ونظيفة وفيها أماكن للتصوير حلوة قوي، برضو روحوها يا جماعة، هي حلوة قوي زي ما انتوا شايفينها كده. يعني كان يوم جميل. نكمل بقى مع بعض بقية الفيديو، وهبعت لكم ان شاء الله. هنزل فيديوهات تانية، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو. ان شاء الله انزل لكم كل يوم مكان جديد رحتوا بقى. الاجازة يا جماعة اخرجوا وتفسحوا، وربنا يا رب يسعد قلوبكم كده وييسر امورنا جميعا في الغلا اللي احنا فيه ده. ربنا يسترها علينا جميعا يا رب. الاجازة بقى والصيف. كمان يا جماعة سلسبيل يا جماعة، سلسبيل او الكاساتا، انا طبعا كان نفسي قوي اجربها من زمان وما صدقت بصراحة ان انا رحت هناك وجربتها. الكل كان بيحكي ويتحكى عنها، حاجة حلوة. ما شفت زيها خالص في بقية المحافظات فعلا، يعني انا حبيتها وكان طعمها جميل جدا. فانا اكيد بامر الله لما اروح تاني او في كل مرة باذن الله اروحها هجربها ان شاء الله تاني. بصوا الروعة، بصوا الجمال. ده كان بالكاساتا بالمكسرات وتقريبا شوكولاتة او نوتيلا، واحدة كانت بالفواكه، وكان طعمها جامد 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 جامد. طبعا هي غنية في غنى عن التعريف عنها يعني. بس بصراحة يا جماعة اللي ما جربهاش يجربها لان طعمها تحفة بجد. ودي اللي هي السادة، برضو كانت حلوة. لا لا، يعني الموضوع كبير كبير فيها بصراحة. وده طبعا طرح البحر، برضو كان حلو وقعدنا فيه.
قعدنا فيه مدة برضو، والبحر جميل، وانا مصوره لكم كل حاجة، واتفرجوا معانا ويا رب يعجبكم الفيديو. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، وما تنسوش يا جماعة اسمها بون فوياج بنها، موجودة على صفحة الفيس. بجد بتنظم رحلات حلوة قوي بأسعار حلوة قوي في بنها، عشان اللي حابب يطلع معاها طبعا أستاذة هبة. ويا رب الفيديو يعجبكم، ونشوف بقية الفيديو مع بعض. هنا يا جماعة كان سوق السمك، كنت رحته سوق السمك. هنا بقى شفنا جميع انواع السمك، بتختاري السمك الفريش الطازة زي ما انت عايزة بقى، جمبري، ماكريل، بولتي، بوري. وطبعا برضو هيبقى في الفيديو موضح الاشكال. وطبعا السمك يا جماعة، مين ما بيحبش السمك؟ ف برضو كان الحاجة تحفة، وطعم الأكل هناك برضو جميل. وأسيبكم مع بقية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم بعد إذنكم، تمام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتنتظروا مني إن شاء الله فيديو كمان بإذن الله، المكان جديد، وإن شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم.